الوطن جانا وفرحنا. لا دي حاجه كده حطيتها عشان رمضان قرب وكل سنه وانتم طيبين. لكن المهم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ مبدئيا كده الفيديو ده طرش، سيبك بقى من صاحبك اللي تقول له يا اسطى عايز تجميع حلوه العب عليها بابجي ويديك، لا مش يديك كده، يديك التجميع وتروح تجربها اللعبه بترندر وتقول لنفسك يا عم عادي اول جيم، وتيجي تنزل تاني جيم تلاقي نفس فتروح انت بقى رايح لصاحبك بكل صراحه وتقول له وقف هنا بقى. في الفيديو ده انا هروق عليك، هقول لك على احسن تجميعه اقتصاديه تلعب عليها بابجي 60 فريم، ونفس الكلام واقتصاديه برضو تلعب عليها 90 فريم، وهكذا برضو على 120. وطبعا التجميعه دي مش لبابجي بس، لا يعني مخصصه، يعني انت فاهمني، واقتصاديه عشان ما تجيش عليا وتقول لي بص مش هرحمك. فشد الحزام واربط اللجام ويلا بينا نبدا الفيديو. نبدا بتجميعه 60 فريم، وهنا مش عايز واحد تيجي يقول لي انا ممكن اروح اشتري كيس استيراد ب 4000 جنيه وهتشغل برضه نفس ال 60. اسكت حبيبي اسكت. اولا مش بناخد بالمقياس ده. انت دلوقتي بالكيسه الاستيراد اللي انت هتجيبها لو خليتها على جوده 1080 مش هتديك 20 فريم. فاول حاجه كده هنختار المعالج، وعندك اختيارين، الانتل كور اي 3 جيل 10 اف عشان كده كده هتركب كارت الشاشه معاه، او الاي ام دي رايزن 3 3100. الاثنين دول هيقدموا اداء كويس جدا. كارت الشاشه اللي هنستخدمه هو جي تي اكس 1650 ل 4 جيجا. الكارت ده شغال كويس جدا في الالعاب الخفيفه والمتوسطه، وهيديك 60 فريم في بابجي موبايل من غير ما يقطع. لكن لو لقيت السوبر ل 1650 يبقى احسن، لكن ال 1650 العادي كفايه. الرامات بقى هتكون 8 جيجا دي رام 4، طبعا لو تقدر تضيف 8 زياده يبقى احسن، لكن 8 جيجا كافيه لبدايه كويسه. لو لقيت رامات بتردد اعلى زي ال 3200 ميجا هرتز يبقى كويس برضه، لكن ال 2666 كويس. وهنا انا باكد عليه دي رام 4 ما تسترخصش وتجيب دي رام 3 عشان ما مسافر. اما عن التخزين فهنستخدم اس اس دي 240 جيجا عشان الجهاز يشتغل بسرعه. الباور سبلاي اللي هنستخدمه هو باور سبلاي 450 واط برونز. خلي بالك من الباور عشان ما ياثرش على القطعه، لو لقيت باور 500 واط يبقى احسن، لكن ال 450 كفايه للتجميع دي برضه. اللوحه الام اللي هنستخدمها هي الانتل الاتش 410 او الاي ام دي الاي 320. الاثنين دول هيشيلوا القطع من غير اي مشاكل. لو لقيت لوحه اعلى شويه زي البي 460 لانتل او البي 450 لاي ام دي يبقى كويس عشان تقدر ترقي في المستقبل. التجميع دي هتديك 60 فريم في بابجي موبايل على اعدادات متوسطه او عاليه. لو نزلت بالاعدادات للاو ممكن توصل ل 90 فريم في بعض الاحيان. الاداء عامه هيكون سلس ومن غير اي تقطيع. التكلفه المتوقعه للتجميع ديت هتكون ما بين 10000 ل 15000 جنيه حسب الاسعار في السوق. طبعا الاسعار بتتغير، فحاول تقارن بين المحلات قبل ما تشتري. لو عايز توفر اكتر ممكن تشتري قطع مستعمله من مكان موثوق فيه. كمان لو عايز ترقي في المستقبل خلي بالك من الباور سبلاي عشان ما يحدش من الترقيات اللي ممكن تعملها بعد كده. اما بقى لو مش عاجبك ال 60 تعالى اقول لك على تجميعه ال 90 فريم. لازم نبدا بالمعالج لانه حاجه الاساس في اي تجميع. هنا عندنا خيارين ممتازين جدا، الانتل كور اي 5 جيل 10 اف او الاي ام دي رايزن 5 ال 3600. الاثنين بيقدموا اداء ممتاز للالعاب، لكن الاي 5 جيل 10 للاف بيتميز بسعره الاقتصادي، في حين ان الرايزن 5 ال 3600 بيقدم تعدد مهام قوي بسبب الثريدز الاضافيه. ايا كان اختيارك الاداء هيكون سلس ومسهل لبابجي موبايل والالعاب التنافسيه. اما كارت الشاشه بقى فانت هتحط جي تي اكس 1660 سوبر ال 6 جيجا بايت. الكارت ده بيديك 90 فريم في بابجي موبايل باعدادات متوسطه او عاليه، واداؤه ممتاز في معظم الالعاب بدقه ال 1080. لو قدرت تلاقي نسخه الجي تي اكس 1660 تي اي بسعر قريب فهتكون ترقيه كويسه. اما عن الرامات فانت هتحتاج 16 جيجا بايت دي رام 4. والتخزين بقى فما فيهاش نقاش، الاس اس دي بقى اساس في اي تجميع حديث. وهنا بقى بنستخدم الاس اس دي 480 جيجا بايت لسرعه التشغيل وتقليل الاوقات التحميل في الالعاب. ولو محتاج مساحه اضافيه ممكن تضيف اتش دي دي 1 تيرا للتخزين الاحتياطي. عشان تحافظ بقى على استقرار مكونات الجهاز لازم باور سبلاي موثوق. هنستخدم باور سبلاي 500 واط زائد 80 برونز، وده هيكون كافي للتجميعه دي. ما تجيش تلاقي الشاذلي عامل عروض الباور سبلاي الواحد ب 2 جنيه وتروح تشتري منه. لو عايز امان اكتر وتحديثات مستقبليه ممكن تختار باور 550. والمذر بورد لازم نختار مذر بورد متوافقه مع المعالج. وهنا الخيارات كالتالي، لو هتستخدم معالج انتل فانت هتجيب مذر بورد البي 460، لو معالجك اي ام دي فانت هتجيب المذر بورد البي 450. الاثنين بيدعموا الترقيات المستقبليه مناسبين جدا للجهاز. انت بقى طفس وابن 60 في 70 ومش عاجبينك الاثنين، عشان كده دورت كتير على تجميعه 120 فريم وفي نفس الوقت ما في جيبك. ركز معايا كده عشان ايه انت فاهم بقى. ارخص معالج ممكن يشغل بابجي 90 فريم بدون تهنيج هو الانتل كور اي 3 جيل 12 اف، معالج رباعي النواه باداء قوي في الالعاب وسعره حوالي 4200 جنيه. لو عايز حاجه من اي ام دي فالرايزن 5 5500 هيكون خيار مناسب، برضه سعره حوالي 4600 جنيه. عشان نوصل لل 90 فريم فهنستخدم الجي تي اكس 1650 سوبر ال 4 جيجا. الكارت ده هيقدم اداء ممتاز بدقه 1080 وسعره حاليا حوالي 850 جنيه. لو لقيت الار اكس 580 ال 8 جيجا مستعمل بحاله كويسه
كويسه ممكن يكون ارخص ويقدم اداء قريب. الرامات بقى لازم 16 جيجا بايت دي رام 4 عشان اللعبه تشتغل بسلاسه، وسعرها حوالي 2200 جنيه بتردد 3200 ميجا هرتز لو معالجك اي ام دي. ولو على التخزين هنعتمد على اس اس دي 480 جيجا بايت عشان سرعه تشغيل الالعاب، وسعره حوالي 1500 جنيه. ممكن تضيف اتش دي دي 1 تيرا بعدين لو محتاج مساحه زياده. عندنا باور سبلاي 500 واط زائد 80 برونز، ولازم تجيب من شركه كويسه وسعره حوالي 1080 جنيه. مهم جدا تجيب باور سبلاي محترم عشان تحافظ على استقرار الجهاز. المذر بورد بقى هو البي 660 ام لو هتستخدم معالج انت، وسعره حوالي 5000 جنيه. لو هتستخدم معالج اي ام دي فانت هتجيب مذر بورد البي 450 وسعرها حوالي 4800. سعر التجميعه ديت ممكن يكون 24000 جنيه مصري حسب الاسعار في السوق، ولو جبت بعض القطع مستعمله ممكن التكلفه تقل اكتر. وبس كده يا عم الحاج، هو ده فيديو النهارده. عندك اي سؤال او اي تعديل على التجميعه انت هتشوفها مناسبه ليك اكتر، كرمش التعليق ده وحطه في التعليقات وان شاء الله هرد عليك، او مش هرد ورايا مذاكره. ما تبخلش بلايك بقى، انا حاطط جهد ابن في الفيديو ده. ولو انت مش مشترك اشترك عشان ما اطلعلكش بالليل. وبس كده، سلام.